النصب والاحتيال اللي ماشي بين السوريين. على فكرة ترى أبدا ما بلوم الحكومة عليه. بالنسبة للعملة السورية اللي موجودة في سوريا، في عندك شيء تقريبا 3 4 5 عملات بيتم فيها التداول بين الشعب السوري، وكل واحد بيصرف على كيفه وبينصب على كيفه. وترى على فكرة نسبة الفقر اللي موجودة في سوريا بس من وراء تصريف العملات. لأنه بيجي الفلان بيقبض راتبه في العملة السورية، ولنفترض بيقبض 20,000 سوري، فبيقبضوا على الشام كاش، بدي يروح لعند الصراف فبدي يصرف هي المصاري. اللي كان بدي يسحبها بدي يدفع عليها مصاري، واللي كان بدي يصرفها لدولار بدي ينخصم عليه. يعني في الاخير بيقبض هو 30,000، بتيجي بتوصل لعنده ولنفترض 27,000 ولا 25,000 بغض النظر عن المبلغ المخصوم. فهذا الشيء حرام. فلازم يكون في حد للعملة السورية في سوريا ولتصريف العملات في سوريا، ولازم يكون في سعر دولي موحد على كافة الأراضي السورية لحتى تحد من النصب والاحتيال، واللي عم تفتح مجال اليوم للسوريين اللي موجودين او للتجار بشكل عام الموجودين في سوريا، عم تفتح لهم باب انه ينصبوا على الخلق بحيث رقه. فليش هذا الشيء؟ فنحن بنناشد الحكومه السوريه في انها تطلع على هذا الامر، وانها تحد من التعامل في العمل الثاني مثل الليره التركيه او الدولار او اليورو او اي عمله ثانيه بغض النظر عن اشو مصدرها. فلازم نحن موجودين على ارض سوريا، فبيتم التعامل في العمله السوريه الجديده فقط لا غير. ليش لحتى اروح ادفع في مكان بيرجع لي على كيفه، ومباشره بتروح بتفوت على محل بدك تشتري غلط، دغري اول سؤال بيسالك اياه اشو معك العمله، مشان يعرف كيف بده ينصب عليك. فبتقول له معي عمله سوريه جديده، فبيقول لك تمام، بتحاسبه، فبيشيل هو اللي عملته بيضرب في الدولار بيقسم على العمله السوريه الجديده، فبيرجع لك وبيقول لك خصمت عليك لانه سعر التصريف علي بيختلف. حبيبي انا ايش ذنبي؟ انا ايش ذنبي اذا دفعت لك في السوري انت بدك تصرف للدولار انا ادفع لك سعر التصريف تبعك؟ فما بيصير هذا الحكي. يعني انت عم تنصب علي ولا عمين عم تنصب؟ فلازم يكون في حد لهذا الموضوع، بيتم التعامل في العمله السوريه الجديده فقط لا غير. ما في خيو تمام على العمله السوريه الجديده والقديمه بس بدون سعر التصريف على العالم. كل ما واحد اجى حاسب رح يحسبوا عليه سعر التصريف. يعني بدك تروح على مناطق بدك تضل شيل في جيبك 3 4 عملات لحتى تشوف ايش المنطقه هن بيدفعوا فيها. بتروح على ادلي ما بيحاسبوا غير في التركي، بتروح على الشام ما بيحاسبوا غير في السوري القديم. من هون بياخذوا بس عمله جديده، واذا اعطيتهم عمله جديده بياخذوا عمله جديده، بس اذا اعطيتهم بيرجعوا لك قديم. ليش؟ لانه ما في عمله جديده. لك ليش عم تطلب مني عمله جديده اذا ما في معك؟ فما بيصير. لازم ينحط شيء قوانين ممشى نمشي عليه كلياتنا لحتى ما يصير. لانه اليوم مين ما كان قاعد في الشارع قاعد وعم يصح لك صراف صراف صراف، مين انت لحتى تيجي تصرف؟ ليش ما في سعر دولي معترف فيه بين كل الناس؟ ليش بتفوت الصراف الثلاث صرافين جنب بعضهم، بتفوت لعند اول صراف بيقول لك ال 100 دولار ب 13,100، بتفوت لعند الثاني بيقول لك ب 12,900، بتروح لعند الثالث بيقول لك 13,300. ليش كل واحد سعر؟ ليش ما يكون سعر موحد؟ ولا اذا فتت لعند الصراف كمان بيجي بيقول لك والله انا ما معي غير العمله الفلانيه ما بحسن بعطيك